السلام عليكم أصدقائي، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله يا رب تكونون الكل بخير وأنتم تشاهدون فيديو اليوم وياي. وكل عام وأنتم بألف خير، ويا ربي صحة وسلامة وراحة البال وعساكم من عواده. وأول ما نبلش بالفيديو هو اليوم اللي هو الكليتشة العراقية، ونبدي بالصلاة على محمد وآل محمد. ولا تنسوني باللايك والاشتراك ودعم القناة. أنا طريقتي بالكليتشة، أول ما أذوب الدهن والزبد أخليهم على نار هادئة، أحميهم مو كلش أحميهم زايد، يعني حامية خفيفة. وهنا أنا جبت وعاء طفت بيه الطحين، هذا أول كيس طحين. وهنا عندي هذا طحين الرحمة اللي أنا أستخدمه دائما للكيك، اللي هو يعني طحين جدا جدا ممتاز وما يعلى عليه أصلا، يعني أي طحين ثاني أنا ما أستغني عنه للكيك. وراح أضيف ظرفين بيكنج باودر وظرفين فانيلا وأخلطهم مع الطحين. وأكيد ما ننسى رشة الملح. وهنا أنا عندي كوب من السكر أو الشكر، خليته بهذه الطاحونة أو المبراشة وخليته بهاي الطريقة، صار وكأنما مثل البودرة. وراح أبدي أضيفه على الطحين. ضروري ضروري يكون مطحون مثل البودرة. وهنا عندي كمية من الهيل المطحون، ويكون افضل انه انتي تطحنينه بايدك، يعني اني همينه طحنته بهاي المبراشة اللي شوفتها قدامكم، لانه العفو الهيل المطحون مو مثل ما انتي تطحنينه بايدك وريحته قوية. وابدي اساويهم مع بعض الى ان اخلط المواد مع بعضها تمتزج بالتمام. وهنا أنا راح أضيف 4 ملاعق من الحليب. طبعا الكليتشة اسم إلها يعني اسمين، احنا نقول كليتشة بس هي الاسم الحقيقي قليجة. وهنا ضفت 3 حبات من البيض. احنا نلفظها يعني للسهولة نقول كليتشة، بس هي بالأساس اسمها قليجة. وهنا ضفت باكيت من القمر الخامة، وضفت 4 ملاعق من الروبة الزبادي، أي روبة متوفرة عندكم. يعني اكو فد قصة اني سامعتها يعني من اهلنا قبل، انه يقول كانت يعني امرأة كبيرة بالسن عايشة ويا بنتها، فهذا زوج بنتها ما يقبل يعني تاكل اي شي من بيته، او يعني ما يقبل انه يعني اي شي او كان غدا او شي تاكل، يعني ما يقبل اي شي يشاركهم من بيته. فهي قايمة رايحة للمطبخ مطلعة طحين وما اعرف شنو مسوية كليتشة، مثل ما نقول احنا كليتشة. اي فبنتها واقفة تراقب لها انه خاف يجي هو، هي مسويتها ومكملة. هو من جاية بنتها تركض عليها، قالت لها اكلي اجي اكلي اجي، قالت لها اكلي اجي. فانطلقت على الكليجة، هذا الاسم اسم الكليجة اكلي اجي. اي فاني هذا اللي اعرفه يعني، بعد ما ادري. وخلينا نشوف كليجتنا وين وصلت. وهنا أنا بديت ضفت الزبد والدهن وبديت أعجنه بهاي الطريقة. أنا هاي طريقتي بالكليتشة، ما أعرف لا يعني هيك تفركيها وما أعرف شنو هيجي، تصير جيلاتينية وتخبل، تصير ذايبة ذوبان وهشاشة مو طبيعية. وهنا أنا كملت عجينتنا وصارت تخبل ويعني ترفة، وما أحكي لكم عليها والريحة فشي فشي.
وهنا أنا راح أغطيها بهذا السيليفون الغذائي حتى يعني ترتاح العجينة. راح أغطيها وأخليها يعني ترتاح على راحتها، وأبدي أبلش أسوي بالحشوات. وهنا راح أغطيها بخولي المطبخ، وبديت هنا أول ما أسهي بالسمسم. نشوف يعني أخذت هذا اللون هيك ذهبي يعني تمام. وهنا يا بنات هاي حشواتنا اللي هي البقراش، وهاي الحشوات طيفت لها هيل وعسل. وهنا عندنا هذا الجوز سويته همات بهاي المبراشة كسرته. وهنا عندنا هذا الحلقوم قطعته بهذا الشكل. وهذا السمسم بعد ما ضفت له الهيل والقرفة والعسل. وهذا التمر بعد ما عجنته بالدهن الزبد وخليت له شوية من الهيل والقرفة. هاي حشواتنا حبيباتي. وهسه راح نبلش نسوي بالكليتشة مالتنا. وهنا هاي العجينة ما شاء الله ارتفعت وصارت خبول. راح نبدي نلف